النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في منتهى الخطورة: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اقفش بقى، أحبه. تخيل يا مؤمن إن ربنا يحبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في منتهى الخطورة: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اقفش بقى، أحبه. تخيل يا مؤمن إن ربنا يحبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفيديو بيبقى ليه شقين: في الشق الأول في المحتوى نفسه الكونتنت، الشق التاني في المونتاج. طبعا احنا هنتكلم على المونتاج اكتر، بس مفيش مانع ان احنا ناخد خلفية سريعة كده عليه عن الكونتنت، لان شيء مهم جدا. الكونتنت ده بيبقى متمثل في المحتوى اللي انت بتقدمه، وده طبعا بيبقى ليه كذا ستايل وكذا سيناريو، وكل واحد بيبقى ليه اسلوبه في التقديم، بيبقى في body language وفي التون، وفي انت بتستخدم ايه من الادوات اللي بتساعدك عليه، كمان الكتابة نفسها او السكريبت. تمام. فالموضوع ده متشعب طبعا، احنا بس ايه بنمر عليه مرور الكرام يعني. بالنسبة للكتابة تحديدا، مقسوم الناس على 3 انواع: في واحد ما بيكتبش خالص، وفي واحد بيبقى كاتب رؤوس عناوين كده، وفي حد تالت بيبقى كاتب سكريبت كامل محتوى على كل الديتيلز. ايه احسن من ايه؟ طبعا مفيش حاجة احسن من التانية، كل واحد على حسب الخبرة بتاعته، على حسب الامكانية، وعلى حسب هو واصل لحد فين من المحتوى بتاعه، متمكن قد ايه. لكن على مستوى الشخصي لما باجي اتكلم في النقطة دي تحديدا، انا جربت كله، لقيت اني افضل كيس اللي هو ان انت تكتب رؤوس اقلام. لو انت شاطر قوي في اللي انت هتقدمه، تقدر يعني تتكلم عنيه باستفاضة ومش هتتلخبط. والحالة التانية، لو انت عايز تكون عامل كنترول كويس قوي وفرق معاك نقطة الوقت، ودي حاجة مهمة جدا، هتستخدم السكريبت الكامل. تمام. ليه؟ لان هو انا لما جيت طبقت ده، كنت بكتب رؤوس اقلام بس كده، كنت بصور الفيديو دقيقة، كنت بصور تقريبا في 8 دقايق او في 10 دقايق. لما بدأت استخدم سكريبت بقى الفيديو دقيقة بصوره في دقيقة ونص او في دقيقتين، فده وفر عليا تصوير، وفر عليا تفكير، وخلاني بركز قوي على الفكرة بتاعة الموضوع نفسه. تمام. ده بالنسبة للكونتنت. الحاجة التانية المونتاج. المونتاج احنا طبعا هنستخدم ال- المونتاج على الموبايل. تمام. فهنا في تطبيقات كتيرة بتعمل القصة ديت. احنا هنستخدم برنامج اسمه VN. تمام. VN ده ابلكيشن مجاني، فيه فيتشرز واوبشنز سهلة، وكذا تمبلت جاهز، في كل اللي انت محتاجه كواحد مبتدئ مش عايز حاجة بروفيشنال، بس في نفس الوقت انت عايز تطلع نتائج كويسة ترضيك. تمام. في ابلكيشن تاني انا بستخدمه معاه بقى عشان الصوت، اسمه ليكسس اوديو، وده اساسا برنامج للهندسة الصوتية. بندخل نعمل عليه بعض التعديلات في الصوت، وبقى بغير الصيغة عشان هاخده على ويب سايت تاني اسمه ادوبي بودكاست. اوكي. ده ليه؟ عشان هياخد تراك الصوت وهيحوله من الصوت ان النورمال العادي لصوت بروفيشنال باستخدام الاي اي. اوكي. تمام. خلينا بقى نخش على بروجكت حقيقي نطبق عليه اللي احنا بنتكلم فيه ده بالتفصيل. الابليكيشن اهو اللي اسمه في ان ده. بعد ما اوريدي يكون انت صورت الفيديو، تدخل على علامة الزائد ديت في نيو بروجكت، تدخل على الفيديوز، تشوف الفيديو اللي انت عايز تعدل عليه. على سبيل المثال انا عندي فيه مجهز كده زي 3-4 فيديوهات، كنت معدل عليهم، عامل عليهم القص بس. تمام. لو على سبيل المثال هناخد مثلا فيديو زي ده. تمام. وحاطط عليه اللوجو. احنا طبعا في الفيديو بنعمل ايه؟ بنعمل سبليت، بنقص، وبنعمل ساوند افكت، وبنعمل باك جراوند ميوزك. 3 حاجات بنعملهم في الفيديو. اوكي. اول حاجه احنا بنشغل طبعا الفيديو
على سبيل المثال هنفترض ان الفيديو ده كان لسه ما اتعملش عليه مونتاج. الفيديو دقيقتين واحنا المفروض هنوصله ل32 ثانية مثلا. بتشغل الفيديو كده احنا سمعنا ومن اعرض عن ذكري. تمام. فلحد هنا انا حسيت ان انا عايز اقص، بس عشان اقصها صح ومظبوط وما اكلش حرف من كلمة. في حتة ناس كتير متاخدش بالها منها، يعني ان البار ده لو عملت عليه كده بصباعك كأنك بتعمل عليه زوم، فبيفتح معاك التراك بتاع الوقت، تقدر تقص عليه بشكل احترافي. تمام. هنا تحت خالص في علامة المقص ديت مكتوب عليها سبليت، تضغط هنا. على سبيل المثال انا هقص من هنا لحد الفريم ده، قصيت كده، عايز اعمله ديليت في سلة اهي ديليت. تمام. عايز ارجع عن الخطوة ديت، في العلامة بتاع الاندو، في طبعا في السبيد لو انا عايز اسرع، مستخدمش القصة دي مش محبذة. في فلتر هنا افكت، لو انت عايز تبدأ الشوت ده بدخلة معينة بتغيير معين وحاجات كده يعني. بس طبعا دي حاجة يعني مش من الحاجات المحبذة قوي بالنسبة للفيديوز، بيستخدموها اكتر في الصور. يعني لو واحد عايز يعمل فيديو من الفيديوهات اللي هي اللي طلع ترندي الفترة الأخيرة في التيك توك والكلام ده. تمام. في التايم، ازاي تتحكم في سرعة الوقت وتعرف الوقت بتاعك بالظبط قد ايه. تمام. في الفلاتر، طبعا ده بيعمل حاجة اسمها color correction، بتعمل تعديل على الالوان، بتختار الدرجة المناسباك. لو انت مثلا اخترت دي عايز تقلل الاوباسيتي بتاعتها شوية، عايز تعليها، عايز تلغيها خالص. تمام. في حاجة كمان جميلة جدا في البرنامج ده مش موجودة في برامج كتير، ان انت ممكن تعمل اي edit بالضغط تحت على apply to all، هيطبق لك كل اللي انت عملته على الشوت ده في كل الشوتس اللي موجودة في الفيديو اللي معاك. لو مش عاجبك اي حاجة من الحاجات ديت، في حاجة تانية فوق اهي، بدل ما تضغط فلتر خش على الاوبشن التاني، هتبدأ تغير وتختار من الحاجات دي على الدرجة اللي انت محتاجها. عايز تعلي الاضاءة شوية، عايز تقللها، عايز مش عارف ايه، واوبشنز كتير بقى. تمام. دي بالنسبة للتعديلات في الالوان. قسمت الفيديو اكتر من شوت ومش عارف ايه والكلام ده كله، عملت السبليت وشلت كل الحاجات اللي انا مش محتاجها ومش عارف ايه. هتبدأ تدخل على المرحلة التانية بعد ما عملت الايديت ده، تدخل على المرحلة التانية. المرحلة التانية ان انت بتقدر تعمل افكت في الانتقال ما بين شوت لشوت تاني. اوكي. ده بيبقى ان انت تضغط على علامة الزائد ديت. تمام. وتختار شكل النقلة من الشوت للشوت هيبقى عامل ازاي. في اكتر من حاجة، ولو ضغطت ضغطتين. تمام. انا بستخدم دايما الشكل ده في اول الفيديو. يعني مثلا انا حطيت الهوك، خد مني من 3 ل5 ثواني، هبدأ استخدم الهوك اللي هو السلايد ديت الشكل ده. تمام. لان هو بياخد المشاهد في حتة ان انا خلاص انا دخلت في صميم الفيديو وانا خارج منه، شرحت وخارج خلاص، بحط بقى نتيجة الفيديو او اللي انت المفروض تخرج بيه، فبستخدمها كمان مرة في اخر الفيديو. يبقى مرة في اول فيديو، مرة في دي بدماغك. انا حسيت ان انا ارتحت مع مع القصة دي. تمام. بعد ما بختار كتير. اوكي. تمام. تدخل بعد ما خلاص ما قسمت كل الفريمات او كل الشوتس اللي معاك بالشكل ده وقطعتها، وبدأت تحط بقى الافكتات. هي طبعا الافكت اللي انت بتستخدمه في التغيير اللي هو بالشكل ده، لو استخدمته يعني مش مفضل ان هو يكون كتير اوفر. يعني استخدمه مثلا على 10 شوت، ممكن تستخدم 3 أو 4، ممكن توصلهم ل5. يعني مهم بس ما يكونش الموضوع ده مرهق لعين المشاهد والكلام ده. اوكي. حاجة كمان جميلة من الحاجات الكويسة جدا اللي الناس دلوقتي حاليا بتفضلها، فكرة ان انت كل ما تقدر تقلل من الوقت وتزود في السبليت بتاعك. يعني تعمل قص كتير، يعني بتعمل قص كل مثلا 3 ثواني، بحيث ان الكلام يبقى كله قريب والفيديو بقى اسرع وكل الكلام موجود ومفيش نفس، مفيش خبطة، مفيش ملل، مفيش اي حاجة من الحاجات اللي هي بتعمل نويزنج والكلام ده.
دي حاجة من الحاجات اللي هي البيست براكتس يعني. اوكي طيب انا حطيت بقى الحاجات ديت، انا عملت الاول الاسبليت وعملت الافكتات بتاعت ديت الانتقالات. ندخل في المرحلة التانية لمرحلة ان انت تعمل ساوند افكت. شايف علامة الزائد اللي فوق في البار فوق ديت اللي هي بتاع الموسيقى ديت؟ لو ضغطت عليها مع النقلة بيفتح لك 3 اوبشن. يا اما انت تعمل ريكورد وتسجل ريكورد داخل الابليكيشن على الفيديو، يا اما تجيب افكت، يا اما تحط ميوزك لو انت حبيت تحط الباك جراوند ميوزك، او حبيت تجيب اوديو من اي حتة تانية وتحطه على الفيديو. تمام، احنا هنا في الحالة ديت هنحط الافكت في اكتر من حاجة. الحاجات دي مجانية، تبقى خش واسمع اللي يعجبك. مستوى الشخصي بخش على الفاست سويتش ديت وبختار غالبا ده. دي صوت انتقال في اول الفيديو وفي اخر الفيديو، زي ما حطيت الافكت الاولاني في الانتقال الاول في دخلة الفيديو، وواحد تاني في خروجي من الفيديو بستخدم ده. تمام، وقت ما بتضغط يوز يبدأ ينزله. طيب افترضنا ان هو نزل وخد حتة كبيرة قوي، في الحالة ديت لو ضغطت عليه هو بيبقى كده، ضغطت على البار كده بيبقى فاتح لك 3 اوبشن. في ان انت تعمل سبليت، في ان انت تعمل صوت خروج، وفي ان انت تعمل الفاليوم اللي هو بتاع مستوى الصوت بتاعك. كفاية بس عايز انك تزوده تقلله ماشي وهكذا. عايز اخليها مثلا لحد هنا بس التأثير بتاع الافكت، وقص التاني هتقص وتشيله بمنتهى السهولة. طيب عايز تعمله دوبليكيت ممكن تعمله دوبليكيت. عايز تعمل مثلا تخلي حتة عالية وحتة واطية، دي حاجات هتلعب ايه هتوصل لها. المهم ان انا دلوقتي عملت سبليت وحطيت افكت وحطيت باك جراوند ميوزك، حطيت اللي هو ساوند افكت. تدخل بقى على اخر حاجة ان انا اجيب خلفية موسيقية. تمام، بس انا دلوقتي مش مفضل ان انا اعمل خلفية موسيقية، لان انا ولا ان انا احط الساوند افكت دلوقتي. ليه مش هينفع دلوقتي؟ لان انا هاخد التراك الصوت بعد ما اقص الفيديو بالشكل ده، هاخد تراك الصوت اعمله سيف. تمام، وهقول له فوق في الاوبشن بتاع اللي هو اكسبورت اونلي اوديو اونلي ده. اول ما افتح الاوبشن ده واعمل اكسبورت هيبدأ يتصدر معايا مستوى الصوت اللي جوه الفيديو نفسه، مش هيتصدر مع الفيديو. ليه؟ لان انا هاخد الصوت ده واعمله شير على البرنامج التاني اللي احنا قلنا عليه من شوية، برنامج اللي هو الليكسس اوديو. انا خلصت الايه الفي ان دلوقتي، هدخل على الليكسس اوديو. هعمل فيه ايه الليكسس اوديو؟ فين الصوت اللي انا ايه عملت له سيفنج؟ عملت سيف هنا كده. اوكي، انا ممكن اجيبه من على الاستوديو، ممكن اعمله حفظ تاني مش مشكلة. الفكرة ان انا ايه بنبقى عشان بس ما نتشتتش، خلينا هنا على الحتة ديت. بفتح الابليكيشن ده اللي هو اسمه ليكسس اوديو اديتور، بضغط عليه كده بيفتح لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، طلع لي الصوت بس. فإن له معيشة ضنكا. يعني ايه؟ يعني تمام، حلو. انا هعمل ايه؟ ده تراك الصوت. عشان ما نخشش في تفاصيل القصة بتاعة التعديل والهندسة الصوتية، احنا بندخل هنا على الثلاث نقط دول، ندخل افكتس وبنختار مش هنعمل اي حاجة. انا كنت الاول بعمل ده، بعد لحد ما عرفت الابلكيشن او الويب سايت بتاع الاي اي ده مبقتش اعمل بقى ليه النويز ريدكشن، وان انا اعمل ريفيرب، وان انا اعمل ايكولايزر والقصه بتاع الافكتس والحاجات ديت. مبقتش استخدم ده، انا بقيت ادخل بس على حاجه واحده، ادخل على الكمبريسور ديت. تمام، وارفع مستوى الصوت. اجرب هو هنا ده البار اللي بيرفع الصوت، لان الصوت غالبا اللي هو في تصوير الكاميرا العادي بيبقى صوته واطي. تمام، برفع مستوى الصوت لحد ما احس ان البارات اللي فوق على الشمال ديت وانا بشغل كده فإن له معيشة ضنكا. يعني ايه؟ يعني مش لازم يكون بتعمل ما تكونش عالية قوي بتضرب في العلامة الحمراء، لان كل ما بتكون عالية قوي وحمراء ده بيخلي الكواليتي الصوت زي الزفت، مبقاش كويس. تمام، فبتلعب في البار بتاع اللي هو الميك اب اجين ده او جيني ده عشان تتحكم في مستوى الصوت اللي انت عايز ترفعه دي. فإن له معيشة ضنكا. يعني ايه؟ يعني
يعني مش لازم يكون بتعمل ذنوب كتير، ده يمكن اوقات كتير ده كده اعتبر كويس. هتضغط ابلاي. اوكي، وقت ما بتعمل ابلاي هنعمل سيف، وهتسمي التراك بتاعك. شوف انت عايز تسميه ايه، وهو هيبقى بالصيغة اللي عايز يعني بتسيفه بأي شكل، بس تقريبا عشان تستخدم الام بي 3 والحاجات ديت غالبا لازم تكون مشتري الابليكيشن، فهو احنا مش محتاجينه اصلا غير ويف. بعد ما تضغط سيف، سيفت على كده، نطلع وندخل على الويب سايت اللي انت ممكن تدخله من خلال جوجل، وتكتب ادوبي بودكاست زي ما هو كده، ادوبي بودكاست. تمام. انا طبعا اوريدي عامل له سيفنج بره، عامل له مخرجه بره على السكرين. تمام. لازم افتح داتا. فوق خالص هتلاقي في حاجة اسمها تولز، تدخل على التولز، تضغط عليه، تختار اول حاجة تولز اهي بس على اليمين، تدخل على السبيتش ديت، هتلاقي فيه هنا اللي هي دروب فايل، تضغط تشوز فايل، تدخل هنا. انت كده انت مسجله ومسيبه. على سبيل المثال حاسس بفطور ده مثلا، انا طبعا مش عارف عشان باخد سكرين مع الداتا ملخبط الدنيا، بس عامة انت بتختار فايل وبيبدأ يعمل ابلودنج. يعني انت اخترت حاجة اهو، بيعمل ابلود. بعد ما بياخد الوقت الكفاية بيجيب لك خانة اسمها داونلود، وبينزل لك على الموبايل بتاعك. تاخد التراك اللي نزل. تمام. تدخل على الفي ان. خلاص انا تمام بالنسبة لي كده، اخترت الفيديو ده. ثانية خلينا ايه، نخليه حقيقي. نجيب الفيديوز، عشان الموضوع يبقى حاسس بفطور. ده هو اللي احنا شغالين عليه، حاسس بفطور. هو واحد من دول. يعني انا هفتح واشوف، لاني هنا مش فاتح معايا بالتسمية بتاعته يعني. شغل كده. كل مرة بتقول فيها مش ده. عمرك حسيت انك مش مرتاح مع انك ما بتعملش ذنوب؟ ولا ده. سألت نفسك قبل كده ليه ربنا بيبتليني؟ ولا ده. حاسس الدنيا ماشية بالعكس، الشغل واقف ودماغي مش صافية. اسمع الآية دي يا حبيب قلبي، هو واحد من دول. كنت قريب من ربنا. هو ده. تمام. بتعمل داونلود على الميوزك، تدخل هنا على ماي ميوزك، تدخل فايلز، على الداونلود اهو، اسم التراك حاسس بفطور. تدخل هنا كده ماي ميوزك، وتحط في ماي ميوزك، تدور على اسم التراك اللي انت لسه عامل له ايه edit على الابليكيشن التاني بتاع الاي اي، اسمه حاسس بفطور اهو. تضغط يوز، بيجيب لك هو فوق البار بتاع الفيديو. لو الفيديو بتاعك اقل من حجم التراك، هتلاقي حجم التراك بقى يقل. خلي بالك من النقطة دي. ولو الفيديو بتاعك، وده اللي خلاني ما حطيناش اللي هو الصوت بتاع الانتقال اللي هو ساوند افكت، لو حطيته في البار هيجي يقسم لك البار، فمش هيقبل ان هو ينزلك التراك كامل. عشان كده احنا بنحط الايه الاوديو ساوند الاول. تمام. ونقفل الساوند اللي موجود. كنت قريب من ربنا وكل حاجة كانت حلوة قوي، وفجأة كل حاجة. تمام. بنقفل التراك الصوت اللي هنا خالص ونخليه زيرو.
اوكي، وندخل على ده ونرفعه ونخليه زيادة. وفجأة كل حاجة بقت تقيلة. ده اسمه الفطور. اسمع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لكل عمل. تمام، ده الصوت اللي احنا عملنا له edit. طيب تخيل ان انا قفلت الصوت ده وشغلت الصوت بتاع الفيديو الاصلي. كنت قريب من ربنا. اسمع كده صوته هيبقى عامل ازاي. ده اسمه الفطور. مش ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني لكل عمل بتعمله الصوت الأصلي. لفترة وروحانيات ومبسوط. ولكل نشاط ده بيكون فيه اوقات تانية فيها نوع من الفطور والكسل والخمول. حقيقي ان انت محتاج زي ما العلماء قال. رفعنا الصوت وحطينا الصوت بتاعنا تمام. في هنا بينزلك باللوجو او اللي انت تعمل انبوت تايتل والكلام ده. شيل القصة دي خالص من السلة دي. تمام، احنا كده خلاص شلنا الصوت الاصلي وحطينا الصوت الجديد. هنا تيجي الدور بتاع الافكت اللي هيبقى في الباك جراوند ميوزك. مش هيبقى افكت الباك جراوند ميوزك. في حاجة انا مسيبها اهات اسلامية هنا. تدخل هنا كده في حاجة اسمها الى متى او اهات حزينة. اسمها كده. في دي برضه صوتها حلو وهادي وجميل بصراحة. تمام، بنستخدمها على حسب انا عايز ابدأ منين واجيب منين. في تحت كده في البار اللي تحت بيقولك اللي هو الفيد ان والفيد اوت. انت عايزه يبقى صوت واطي في الاول وصوت واطي في النهاية وهو بيختم الفيديو. فخليه في النهاية كده عند اخر 3 ثواني. يقلل الصوت عشان يدي ايحاء للمستمع او للي بيشاهد ان خلاص الفيديو خلص. اوكي، معذرة. بنحط الصوت طبعا وبنفتح الفاليوم بتاعه ونتأكد ان الصوت بتاعه مش طاغي على الصوت الاصلي بتاع الفيديو. تضغط على الفاليوم ده. كنت قريب من ربنا وكل حاجة كانت حلوة قوي. وفجأة كل حاجة بقت تقيلة. ده اسمه الفطور. كده انت قدرت ان انت تخلي الصوت الاصلي بتاعك واضح وفي نفس الوقت في الخلفية وفي الفراغات بتتميلي بالصوت الباك جراوند ميوزك. هو من الافضل ان هو يكون ما بين من 10 ل15، لكن الصوت اللي انا مختاره انا عارف انه صوت واطي فما فيش مشكلة لو انا خليته 30. لو انا حبيت اشغل كده. اسمع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني تمام، انا هنا ناقصني بس ان انا احط الساوند افكت اللي هنستخدمه على كل انتقال. يعني وهو بينتقل دلوقتي كده كل حاجة بقت ثواني. كنت قريب من ربنا وكل حاجة كانت حلوة قوي. وفجأة كل حاجة بقت تقيلة. ده اسم. شفت الانتقال هنا؟ خلاص وقف. انا هقفل الداتا. اوكي، في انتقال هنا اهو. هفتح البار ده سنة كده اللي هو في نهاية الهوك. وكل حاجة كانت حلوة قوي. وفجأة كل حاجة بقت تقيلة. ده بس وقف هنا. ارجع شوية. هنحط بقى صوت الافكت اللي هينقلني. خش هنا كده تحط ساوند افكت اللي هو الصوت ده ونخليه واطي شوية. ده اسمه الفطور. اسمع حبيبك النبي صلى تمام، هندخل قدام شوية. الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني لكل عمل بتعمله هيبدأ بيقولك يعني هو بيشرح حاجة انا عايز اخطف المشاهد او المستمع بصوت افكت يجذب انتباهه. لكل عمل بتعمله لفترة كده نشاط فهنا في انتقالة برضو تانية حصلت. يعني لكل عمل بتعمله لفترة فين كلمة يعني فترة. يعني عندي يعني ديت. تحط كمان ايه افكت تاني بس مش هيبقى طويل زي الاولاني بتاع الدخلة. ففي واحد تاني 2 ثانية اهو. اوكي، نظبطه. فترة يعني لكل عمل بتعمله محتاج ان هو يتقدم زي ثانية كده لقدام. شرة فترة. يعني لكل عمل بتعمله لفترة تمام. كده نشاط وروحانيات ومبسوط. ولكل نشاط ده بيكون فيه اوقات تانية فيها نوع من الفطور والكسل والخمول. حقيقي ان انت محتاج زي ما العلماء قالوا ان الفطور ده يبقى على قد بس النوافل ما يخشش في الفروض. هنا هيدخل كده خلص الفيديو. هينتقل بقى بالخلاصة
وفي انتقال زي ما انت عارف. انا مميز الانتقال ده بان هو اول فيديو اخر فيديو، فاروح نازل بالايه، بالصوت اللي هو العالي ده، اللي هو الفاستر شوت ده نستخدمه هنا برضو تاني. صوته طبعا عشان هو عالي فاحنا مش هنخليه المشكلة عالي، في انك هنخليه تقف شوية عند هنا. ودي حتة بشد انتباه حالة الخمول دي. ياما ناس المستمع. كتير خدت خطوات حلوة وانجذبت وبدأت تاخد خطوات حقيقية للقرب من ربنا، لكن لما دخلت في مرحلة الفطور دي وقفت. لا، تعالى بقى هنا واقولك لا، او هيعدل. دي وقفت. حط افكت تاني عشان برضو تخلي الكائن اللي بيسمع الشيء ده يبقى معاك. الصوت ده ممكن يطلع قدام شوية. لا، كمل ولو بذكر بسيط قد كده. لا تستقلن القليل فالحرمان أقل. بس خلص الفيديو على كده يا باشا. بنعمل ريفيو سريع. هفتح كده اتفرج. كنت قريب من ربنا وكل حاجة كانت حلوة قوي، وفجأة كل حاجة بقت تقيلة. ده اسمه الفطور. اسمع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني لكل عمل بتعمله لفترة كده نشاط وروحانيات ومبسوط، ولكل نشاط ده بيكون فيه اوقات تانية فيها نوع من الفطور والكسل والخمول. حقيقي ان انت محتاج زي ما العلماء قالوا ان الفطور ده يبقى على قد بس النوافل. هنا لاحظت ان الصوت بتاع التراك عالي بقى اعلى شوية. ففي الحالة ديت انا هعمل ايه؟ تيجي هنا في الحتة ديت، ده اني واحد، انا عايز برضو اكد ده اني واحد. ده الاهات الاسلامية كان هنا. لو انت مش عارف واخد بالك هنا هتلاقي فيه الموجة عليت قوي، فممكن نيجي هنا نعمل سبليت ونبدأ من اول هنا. طبعا هنعمل الاوت فيد بتاعه، فيد اوت بتاعه كنت قريب من ربنا. نخليه بانه ما يخرجش بأي ثانية، يعني يخلي الحتة ديت في الاخر. ماشي. وهنا اهو هنخلي مستوى الصوت زي ما العلماء قالوا ان الفطور ده يبقى على قد بس النوافل، ما يخشش. اوكي. الصوت عالي هنا. لا، كمل ولو بذكر بسيط قد نخلي بقى لحد هنا كده، نخليه الاوت بتاعه عالي شوية. بس كده الفيديو بترندره، تعمل اكسبورت. بس لو معمول كده لازم تشيل الحتة ديت عشان يطلع كفيديو. تمام. ارفع كواليتي الفيديوهات. كده الفيديو كده قصير، ده كله 40 ثانية. واكسبورت. خلاص الفيديو مبروك يا باشا، الفيديو جاهز للنشر. مفيش اي حاجة تانية مطلوبة مع الفيديو، ما تخرجش من الحتة ديت لحد ما يرندر الفيديو. في حاجة تانية كنا بنستخدمها ان احنا نعمل صورة مصغرة، بس الصورة المصغرة ممكن ترفعها بعد ما تعمل الفيديو. انت بترفعها على تيك توك ممكن في اوبشن معاك ان انت تعدل الفريم بتاعه، الصورة المصغرة دي. والتيك توك والفيسبوك برضو نفس القصة يعني، مش حوار. بس كده دي كانت نظرة سريعة كده عن حوار الفيديو. فعشان تعمل فيديو زي ما قلنا في محتوى وفي مونتاج. المحتوى ده في ناس بتكتبه وفي ناس ما بتكتبش، في ناس بتعمل رؤوس اقلام. شوف اللي يريحك. انا بفضل فكرة انه يبقى السكريبت كامل. والمونتاج بنستخدم برنامج الVN، وبنستخدم الليكسس اوديو عشان نعمل الصوت. وفي ابلكيشن ويب سايت اسمه اوديو بودكاست. تمام. بس كده، وتجمع كل ده مع بعضه في فيديو، والفيديو بيبقى جاهز على النشر يعني. يلا سلام عليكم. كنت قريب من ربنا وكل حاجة كانت حلوة قوي، وفجأة كل حاجة بقت تقيلة. ده اسمه الفطور. اسمع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني لكل عمل بتعمله لفترة كده نشاط وروحانيات ومبسوط، ولكل نشاط ده بيكون فيه اوقات تانية فيها نوع من الفطور والكسل والخمول. حقيقي ان انت محتاج زي ما العلماء قالوا ان الفطور ده يبقى على قد بس النوافل، ما يخشش في الفروض. المشكلة في انك
تقف عند مرحلة الخمول دي. ياما ناس كتير خدت خطوات حلوة وانجذبت وبدأت تاخد خطوات حقيقية للقرب من ربنا، لكن لما دخلت في مرحلة الفتور دي وقفت. لا، كمل ولو بذكر بسيط قد كده: لا تستقلن القليل فالحرمان أقل.